وأصل إلى الشعب الذي يسكن في الأقاليم الصحراوية، وتعرفت عليه من خلال مدينتين مهمتين تركتا في قلبي أثرا. مدينة كلميم التي استقبلتنا بشخص جمعية النخيل للتربية والفن والثقافة، ومبدعوها وكذلك مبدعو مدينة طنطا اخترقوا في أيضا وأثرا كبيرا. وإن شاء الله عزة سنذهب غدا وإلى الصوت الرائع عزة لن أنساك وكلكم جميعا، ولن أنسى أيضا إلهام في الفندق. ما أروعكم أيها الشعب الصحراوي، ما أروعكم، لأننا ونحن نسكن في الداخل ونكبر في الداخل مورس علينا استلام كبير بفضل أو بسبب بعض الأحكام الخاوية التي تصل من بعض من يسمون صحراويون. ولكن لما أتيت هنا وجدت القلب الحقيقي الصحراوي ووجدت الطيبة الصحراوية. كما قلت لكم، رغم أن قصيدة الندب هنا ليس لها مكان، ولكن أعين بقرائي وأفتخر بهذا الجنس الأدبي، وسأبقى أفتخر به، وسأبقى أعلي رايته مع احترامي للكل. عند رسالتين. الرسالة الأولى إلى إخوتي المبدعون في فيس. عندما كنت موجودة في كلميم لم أترك كلمة، وتعودت في كل رحلاتي الأدبية أن أترك كلمة أو صورة، فوجدت مئات الرسائل تقول لي لماذا لم تترك كلمة، وكتبت اليوم رأيي. وصلتني كثيرا رسائل على الخاص عن هذا الصمت، وأنا أتواجد باسم رابطة الإبداع والفنون ببلجيكا برفقة الدكتور خليل شاكر الزبيدي في مدينة كلميم باب الصحراء في ضيافة جمعية النخيل للثقافة والفن. إنه صمت إجلال وتقدير لأحفاد الخليل كلميم، أسا، طنطا وكل الأقاليم الصحراوية. تعيش الأوزان والبحور تخوض في الشعر والقوافي كأنها قوت يومي. حتى الأطفال يحفظون قصائدا لأكبر الشعراء بل يبدعون البر. يا إلهي، كم جددت العهد باللغة العربية الأصيلة بين هذا الشعب الكريم الأصيل. أعتز بقصيدة الندب وسأرفع علمها دائما، لكن بين فحول الشعر الخليلي الموزون المقفى في منطقة امتزجت فيها الثقافة الحسانية والأمازيغية، أقول تحية شعرية كلها تقدير وإجلال لمبدعين طالهم تعتيم كبير، مبدعين لم تنل منهم ظروف الاستعمار الثقافي الكبير. الدكتور خليل وهو من العراق مهد الإبداع فوجئ بهذا المستوى الراقي في الشعر العودي الموزون المقفى. شكرا لكل الأساتذة، شكرا لكل الأساتذة الذين جددوا عهدي ودمائي بلغة عربية أصيلة افتقدتها في النهجة. شكرا قلب، وأمتعتمونا بكرم الضيافة والاستقبال. هذه رسالتي الأولى للمبدعين بهذه المنطقة. أما الرسالة الثانية فأبدأها وأقول: يا سيدي، القميص اليوسفي أكد أن كيدهن عظيم، فكم يكفيك يا سيدي من الأقمصة من القمصان فكم يكفيك يا سيدي من القمصان حتى يؤكدن أن حبهن أعظم. ومن هنا أحيي المرأة في الأقاليم الصحراوية وأقول لها
كم يكفيك من الوقت يا سيدتي حتى تملئي المكان الذي يليق